السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا واحد القصه واللي انا متاكد باللي غتاثر فيك بزاف. بصراحه ما تخيلوش كميه الرعب والحزن والغضب اللي حسيت بهم وانا كنقرا في تفاصيل هذه القصه وكنشوف المعاناه اللي عاشها البطل. اول حاجه خاص نعرفوها ان اب بطل القصه ديالنا صلاح كان تاجر عنده بلاصه خاصه به في واحد السوق شعبي كيفرش فيه دائما، وكان معروف بين الناس بالاخلاق ديالو والتصرفات المزيانه اللي كان كيدير مع الكليان ومع اصحابه وكاع اللي خدامين معاه. وخاص نعرفوا ايضا ان في نفس المنطقه اللي كان عايش فيها صلاح مع الاسره ديالو كانت كتنشط واحد العصابه خطيره، الخدمه ديالهم هي يظلموا الناس. ففي أشخاص يا إخوان معروفين في المزرعة إنهم همل وتعاون أدوات وبشغل بس إنهم يظلموا البني آدم بس. واحد النهار في الصباح بكري كان الاب ديال صلاح متجه للخدمه كيف العاده، حتى غيطلق عليه العساس عند باب السوق وغيقول ليه باللي كاين واحد الشخص كيحاول ياخذ الصنادق اللي كيفرش عليهم وكيستف فيهم السلعه. مشى بالزربق سد ديك البلاصه وفعلا فاش وصل غيلقى واحد من ديك العصابه كيحاول ياخذ دوك الصنادق. اب صلاح حاول يتكلم معاه غير بالعقل ويفهم شنو باغي من دوك الصنادق، ولكن المشكله ان هذاك الشخص كان سكران وما كانش في الوعي ديالو. داكشي علاش غيهز واحد الموس كبير وغيقصد اب صلاح. هذا المجرم كان ضخم وقوي بزاف، اما اب صلاح فكان كبير في العمر شويه، ولكن واخا هكاك ملي غيبغي يضربوا المجرم بداك الموس غيخوي ليه، وهنا غيفقد المجرم التوازن ديالو وغيطيح على الموس اللي غيتغرس ليه في الفخذ الايسر ديالو. اب صلاح ملي شاف هذا المنظر غيهرب حيت ما قدرش يستحمل داك المنظر ديال الدم. اما المجرم في بلاصه ما يمشي يداوي راسو مشى كيقلب على اب صلاح لمده ديال 17 دقيقه تقريبا، وحيد الموس ضربو في الفخذ الايسر ديالو فراه بقى كينزف طول ديك المده حتى مات. بالنسبه لاب صلاح ما كانش في راسو باللي داك المجرم راه مات، ولكن ملي عرف غيقدم راسو للبوليس، ولكن الصدمه انه غيتحكم عليه بالسجن وخا هو كان غير كيدافع على راسو. واحد النهار قرر صلاح والام ديالو يزوروا الاب في السجن، وهما في الطريق تفكروا باللي نساو بزاف ديال الحوايج كان وصاهم عليهم الاب ديالو. داكشي علاش صالح غيقصد السوق باش يشريهم في حين ان الام ديالو غتبقى تسناه حدا السجن. لكن اللي ما كانش عارف انه في السوق غتوقع ليه واحد الحاجه اللي غتغير حياته كلها، حيت هو في السوق صالح غيشوف واحد من دوك العصابه تابعه. قوه الصدمه ما عرف شنو يدير، غيقصد البلاصه اللي فيها الحافلات الخاصه بالنقل وغيوقف واحد الحافله كانت يلاه بغات تتحرك. ملي غيطلع ليها غيكتشف باللي طاح في الفخ ديال العصابه، حيت السائق واللي معاه كلهم كانوا في نفس العصابه. من بعد غيلحقوا عليه دوك الزوج اللي كانوا تابعينه في الاول وغيهددوه باللي الا غوت غيقتلوه. صلاح ما كان عنده ما يدير من غير انه يمشي معاهم بلا صداع وبلا غوات. داوه لواحد الدار بعيدة شوية وتما غيتلاقى مع قائد العصابة اللي مباشرة من بعد ما غيدخل غيهرس لصلاح صباعه كاملين وغيحاول يهرس ليه الركبة ديالو. وكثر من هذا الشيء غيجيبوا واحد الطبلة ديال الخشب محطوط عليها واحد الشاقور ماضي بزاف وغيقولوا ليه باش يمد يدو فوق ديك الطبلة. وحيت كان في صدمة صلاح ما كانش مستوعب شنو ممكن تدير هاد العصابة، غيمد يدو بشوية بكثرة الخوف فوق ديك الطبلة. وهنا غيهز قائد العصابة داك الشاقور وغيقطع عليه يديه بكل قوة. صلاح بقوة الصدمة بقى حال فمو وما مستوعب شنو طاري ليه، بقى غير كيغوت بقوة الألم اللي كيحس به. هنا غيحاول قائد العصابة انه يجر ليه اليد الاخرى، لكن صلاح حاول هاد المرة يقاومه وهو كيطلب فيه كيقول ليه على الاقل خلي لي غير واحد اليد. لكن قائد العصابة غيأمر هادوك اللي معاه باش يشدوا صلاح ويقطعوا ليه يديه الاخرى بالقوه. وما اكتفاوش بهذا الشيء بل غياخد القائد واللي كانت سميتو علي واحد الموس صغير وغيغرسو في العين ديال صلاح بدون رحمه ولا شفقه، وهو كيغوت بقوه الالم اللي كيحس به. من بعد هذا التعذيب كامل اللي تعرض ليه صلاح غيهربوا رجال العصابه وغيخليوه على اساس انه غيموت بقوه الالم والنزيف اللي فيه. ولكن صالح لحسن الحظ من بعد ما حس باللي العصابة مشاو وخلاوه غيقرر يتجه للطريق السريع باش على الاقل يلقى شي واحد اللي غيعاونه. كان معتمد على حاسة السمع فقط حيت عينيه بجوج كانوا مضروبين وما يقدرش يحلهم يشوف. من بعد ما خرج للطريق السريع غيوقف واحد الشخص باش يعاونه، ولكن غير غيقرب ليه بقوة الصدمة غينسى الرقم ديال الاسعاف. وهنا غيحاول صلاح واخا كانت في ديك الحاله انه يطمئنه ويعطيه رقم ديال الاسعاف، واللي غتاخد صلاح مباشره للمستعجلات ويديروا ليه الاسعافات المناسبه ليه باش يعتقو، حيت دخل في حاله حرجه. ولكن هو في الطريق غيصوني للام ديالو وباش ما يخلعهاش غيقول لها باللي تعرض لحادث بسيط وباللي راه متجه للمستشفى.
لكن لسوء الحظ في المستشفى الاطباء ما غيقدروش يرجعوا ليه يديه. قصة صلاح من بعد غتحول لقضية رأي عام في الأردن، لدرجة أن الملك براسو غيتدخل باش يتكلف بتكاليف السبيطار والدواء، وباش يحاسب هادوك المجرمين اللي حاليا راهم مشدودين ومحكوم عليهم بالإعدام واللي غيتنفذ في أقرب وقت. بالنسبة للحاجة اللي عجبتني في القصة، وخا صراحة القصة مأساوية وحزينة وما فيها ما يتعجب، هي القوة اللي عند صلاح والايمان ديالو القوي بالله، حيت واخا هادشي كامل اللي وقع ليه قدر انه يخرج ويتكلم عليه بواحد الشخصيه اللي قويه. وزياده على هادشي عمرو ما ندم او بقى فيه الحال حيت فقد يديه وعينيه، بل دائما كيحمد الله وكيأكد بلي هادشي اللي طرا ليه مكتاب ليه ومقدر ليه انه غيوقع ليه. وهنا كتسالي القصه ديال صلاح. قبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتضغط على زر الاعجاب الى عجبك الفيديو.